أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندما نتحدث عن دور الرياضة وأهمية الرياضة في معالجة أمراض مثل الكره، اليوم سنحكي عليه من باب رياضي. أن تكره شخص هذا غير مسموح. ممكن أن لا تحبه، ممكن أن لا تصادقه، ولكن إذا وصلت إلى مرحلة الكره فاعلم أنك وصلت مرحلة خطيرة، ربما ينجر عنها أشياء لا تحمد عقباها، وربما يأتيك أنت الضرر قبل الآخرين الذين تكرههم. أعرف أن هناك كره لشعوب تختلف معها في اللون، وهناك كره للشعوب تختلف معها في الدين، ولكن أن تكره شخص يحمل نفس لون بشرتك ولديه نفس الثقافة ونفس التقاليد والأعراف والدين واحد، فاعلم عزيزي المشاهد أنك في خطر، وتمثل خطر حتى على الذين من حولك. للتخلص من هذا بكل بساطة يجب عليك أن تمارس الرياضة، فعندما تمارس الرياضة تقهر هذا الكره وتتعلم التسامح. لا أقصد بالتسامح التنازل عن الحقوق، ولكن التسامح الذي يعطيك حياة مستقرة ومتوازنة. إذن بممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي تخلصك من كره الآخرين وتعطيك دفعة حيوية، إلى جانب الالتزام بالأخلاق الإسلامية لأنها تعلمك كيف تتعامل مع الآخرين. وإن شاء الله نكون قد فهمنا أن الكره مرض نفسي، يجب عليك أن لا تكره الآخرين، ولكن من حقك أن لا تحبهم، من حقك أن لا تجالسهم، وهذا يرجع لك، لكن الكره لا. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، أستودعكم الله في حفظه وأمانه.